وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذه النتيجة، ونهى النفس عن الهوى بسبب الخوف من الوقوف بين يديه جل شأنه. كيف بالله عليك يا أيها المسلم لو وقفت بين يدي ربك وأنت عاصي؟ كيف؟ ماذا ستقول؟ بماذا ستتكلم؟ بماذا ستعتذر؟ لا يوجد اعتذار في ذلك اليوم. ماذا ستقول إن كنت تاركا للصلاة بالله عليك؟ اليوم ستقالط صاحبك: أنا مشغول، أنا معي عمل. لكن بماذا؟ ماذا ستقول بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية؟ ستقول له: كنت أخزن القات؟ تستطيع أن تقول بين يديه: كنت أنظر إلى النساء؟ تستطيع أن تقول بين يديه: كنت نائما؟ تستطيع أن تقول: تركت دينك للدنيا؟ ما تستطيع ولا كلمة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تستطيع أن تتكلم بكلمة واحدة، والله بكلمة واحدة، إلا بإذنه جل شأنه. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إياك أن تظلم نفسك بمعصية الله. اتق الله يا أيها المسلم، وتذكر الوقوف العظيم في ذلك اليوم بين يديه جل شأنه. ولذلك من تأمل في تلك الآية عاش، والله عاش. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.